فيديو والنهارده هكلمك عن حاجة مهمة جدا. لو انت مدرب او مقدم كورسات او حد بيقدم خدمات او فريلانسر او صاحب بيزنس وبيجي لك متابعين كتير او ليدز كتير او ناس مهتمة كتير وعدد قليل منهم جدا اللي بيشتري منك او بياخد معاك السيرفيس اللي انت بتقدمها، فخليني اقول لك ان مشكلة عندك مش في نوعية الناس اللي بتكلمك، ولا في الاوفر اللي بتقدمه، ولا في الاعلان، ولا في المحتوى، ولا في الحاجة او الخدمة اللي انت بتقدمها اصلا. المشكله الحقيقيه انك فعليا ما تعرفش مين عميلك، ما تعرفش مين الشخص المثالي المستعد يطلع الفلوس من جيبه ويقول لك خد فلوس اهي، انا فعلا محتاج الحاجه اللي انت بتقدمها. وهثبت لك في الفيديو ده ليه انت فعلا ما تعرفش عميلك. من كام يوم متواصل معايا عميل من العملاء، والشخص ده فعلا بقى عميل عندنا دلوقتي. بيقول لي انا فضلت اكتر من 6 شهور بجهز البرنامج التدريبي بتاعي، وفي النهايه لما بعته او لما بدات ابيعه ما اشتراش مني غير 3 اشخاص. أنت متخيل؟ بعد 6 شهور تجهيز في برنامج تدريبي بجوده عاليه باداء محترم بفاليو محترمه، وهو طبعا اكسبرت وحد فاهم جدا في المجال بتاعه، انه يحصل معايا حاجه زي كده ده احساس محبط جدا. وانا جاي الحقك قبل ما يحصل معاك حاجه زي كده. طبعا هو luckily يعني he's one of our customers right now. هو احد العملاء عندنا دلوقتي، فاحنا اكيد هنشتغل معاه عشان نحل له المشكله دي باحسن شكل واحسن طريقه. ولكن كان الفكره في القصه اللي انا حكيتها لك دي، ان هو كان بيكلم العميل الخطا، مش العميل اللي هيدفع الهاي تيكت، ومش العميل اللي هيدفع له اللي هو البريميوم برايسز، لانه اتفاجئ اول ما سوق لقى ان في النهايه ما حدش دفع الرقم اللي هو كان متخيله. وهو اصلا برضه بقى استك على سعر معين، مش عارف يطلع اعلى منه ولا عارف يبيع بسعر افضل او يقدم خدمه افضل او يتوسع في البيزنس بتاعه، وده كان احد المشاكل. فطبعا لما اكتشف في المكالمه ان احنا هنشتغل في يعني نيش جديد مع عملاء جديده باوفر جديد، طبعا يعني صدم يعني وحقه الصراحه. فانا جاي النهارده اعرفك ايه اللي انت المفروض تعمله، خلاص، عشان ما تقعش في المشاكل دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده، في فيديو طويل حاجه و50 دقيقه بنتكلم فيه عن كونسبت مهم جدا او معادله مهمه جدا لازم تكون عارفها قبل ما تبدا في الماركت بتاعك. بنتكلم فيه عن اهميه الماركت ريسيرش. والنهارده هنتكلم معاك اكتر عن ازاي ممكن نعمل الماركت ريسيرش ده. هنتكلم معاك عن 5 علامات مهمه تفهمك هل انت فعلا عارف عميلك ولا لا. وهتكلم معاك هقول لك ايه بالظبط المفروض تكون عارفه عن العميل بتاعك، ايه اللي انت المفروض تكونه، او ايه الفكره اللي المفروض تكون عندك عن العميل بتاعك عشان تتاكد انك هتتكلم للعميل الصح في الاعلانات والمحتوى والكلام اللي انت هتظهر بيه قدام عميلك عشان فعلا تقنعه، وفعلا تكون بتكلم الشخص اللي مستعد يدفع لك الفلوس الحقيقيه، مش الناس اللي ممكن يكونوا اصلا مش مهتمين بالخدمه اللي انت بتقدمها. وفي النهايه هعرفك ازاي، في نهايه الفيديو اكيد هعرفك ازاي تعمل ماركت ريسيرش قوي محترم، بعيدا عن الحاجات اللي منتشره في السوق دلوقتي عن ازاي اعرف عميلي والقلم بتاعه والكلام ده كله. هعرفك ايه الحاجات اللي انت محتاج تعرفها وازاي تعرفها بسرعه باستخدام شات جي بي تي وباستخدام الاي اي، وازاي نطلعها في الفيديو، وازاي تكون عارفها كلها عشان فعلا تبدا تشتغل وتسوق صح من البدايه وتبني اوفر صح وتعمل ماركتنج صح للعميل الصح اللي مستعد يدفع لك الفلوس اللي انت فعلا محتاجها. لو انت جديد في القناه، فانا اسمي عبد الله اشرف، انا مهندس معماري وماركتنج وسيلز كوتش لاكثر من 8 سنين. ساعدنا عملائنا لغايه دلوقتي ان هم يوصلوا لاكثر من 100,000 شهريا باستخدام الماركتنج سيستمز والسيلز سيستمز اللي هم بيتعلموها في الكوتشنج بروجرامز اللي احنا بنقدمها لهم والكونسلتنج سيرفيسز اللي بنعملها لهم. فلو انت حد مهتم بالحاجات دي تقدر تبعت لنا وتقدر تتفرج على فيديو. هتلاقي فيديو تحت الفيديو ده يعني هتلاقي اسمه عبد الله اشرف دوت كوم سلاش ويبينار، ده بنشرح فيه السيستمز اللي بنقدمها. لو انت حابب ان احنا نساعدك تقدر تضغط على اللينك ده عشان نساعدك. دي حاجه. والحاجه الثانيه، انا هدفي ان انا اديك اقصى فاليو ممكنه عشان توصل للارقام دي شهريا، 100,000 سواء دولار او جنيه او تفر العمله او الماركت انت بتشتغل فيه. ولكن طبعا ما فيش انكم كليمز، لان according to ICF ما فيش يعني من كل 100 مدرب واحد بيعمل 100,000 شهريا، من كل 200 مدرب سوري عندك واحد بيعمل 100,000 شهريا. فما فيش انكم كليمز، ما فيش وعود ماليه بتاتا. كل اللي انا بعمله في القناه دي ان انا بنقل لك الاكسبرتيز بتاعتي او الخبره بتاعتي عشان اوصلك لهذه الانواع من الارقام عشان تكبر البيزنس بتاعك وتتوسع فيه. ولو انت شفتنا قبل كده فاهلا وسهلا، ويلكم باك، اتس بين ا بليجر. خلينا نبدا في الفيديو ونشرح بالظبط ايه اللي احنا هنعمله عشان تعرف ايه المشكله اللي عندك الحقيقيه عشان تعرف تشتغل وتجيب كلاينتس احسن وتشتغل مع نوعيه عملاء اقوى. طيب في البدايه، اولا انت لما تسال الناس دلوقتي او لما تسال اي حد مدرب او مقدم كورسات او بزنس اونر مين عميلك الحقيقي، بيديك معلومات عامه. بيقول لك هم معلومات سطحيه، يعني بيقول لك مثلا هم مدربين، هم خبراء، هم اصحاب بزنس، هم مهندسين، هم سيلز بيبل، هم طلبه، وات ايفر. ستيل
دي اسمها generic information. طيب بيديك زي ما قلنا بيديك generic information، يعني هم مين؟ ده وليكن ده العميل بتاعك، هم مهندسين، هم دكاترة، هم طلبة، هم وأعمارهم مثلا حاجة و30 سنة، حاجة و20 سنة، وبيعملوا مثلا 5000 في الشهر. معلومات عامة. هل تتوقع ان دي المعلومات اللي لما تكون عارفها ده اللي هيجيب لك العميل اللي محتاج الحاجة اللي انت بتقدمها فعلا؟ هل تتوقع ان هذه المعلومات هتخليك تكتب اعلان يمس احتياج هذا العميل وفعلا يقول لك انا مهتم وانا فعلا عايز ادخل معاك في اعلى سيرفيس بتقدمها، او ادفع لك اكبر رقم ممكن عشان ما في ايه السبب اللي هيخليه يعمل لك كده لو انت ده العلم اللي انت تعرفه عن العميل بتاعك؟ مفيش. لا شيء. عميلك مش هيدفع لك ولا مليم. وغالبا لما تعمل اعلان وتصرف فيه او تكتب محتوى كتير وتعمل فاليو، مهما قدمت في الحاجات دي كلها وانت بتتكلم لعميل غلط، مش هتحصل على اي حاجه، هتخسر كتير. اكتر مشكله مدربين ومقدمين الكورسات بيعملوها ان هم بيبنوا الماركتنج بيبنوا الماركتنج بتاعهم او الاوفرز اللي بيقدموها بناء على تصورهم الشخصي عن العميل او عن تصورهم الشخصي عن الحاجه اللي بيشوفوها في الماركت دلوقتي. فبتلاقي ان هو بيعمل برنامج مهم جدا وقوي جدا من وجهه نظره، بس من وجهة نظر العميل أنا مش مهتم. مش بتبني البرامج التدريبية بتاعتك بناء على تصورك عن العميل، عن المشاكل اللي عميلك فعلا بيعاني منها. فبينتهي بيك الحال انك بتتكلم كلام نفسك. اما تعمل اعلان ما بينجحش، ما تكتب محتوى ما بتفعلش العميل، ما بيجيلكش المشاهدات اللي انت عايزها، الناس ما بتهتمش كفايه انها تدفع لك الارقام اللي انت فعلا محتاجها. طيب تمام يا عبد الله، دلوقتي انا عايز اعرف بقى، يعني انا المفروض ايه اللي اعرفه عن عن العميل بتاعي عشان ابقى فعلا متابع بعد كده ما اغلطش الغلط ده تاني؟ خليني اقول لك ان في حاجات كتير جدا لازم تكون عارفها عن العميل بتاعك، ولكن الاساسي، الحاجه الاساسيه اللي انت المفروض تكون عارفها هي البين، الالم بتاع عميلك. خلاص، لازم تكون عارف كل الالم وكل الحاجات اللي حوالين الالم. خلاص كده. يعني ايه كل الحاجات اللي حوالين الالم؟ هقول لك. اولا واهم حاجه عشان تبقى عارف ومتيقن تماما ان انت هتبيع لعميل هيدفع لك فلوس، ان يكون الالم ده بالنسبه للعميل حاجه مش مخليه عارف ينام بالليل، او بيصحى من النوم بالليل قلقان بسببها. طبعا مش لازم يكون كده بالظبط، مش لازم يكون الم جسدي، يعني انا بتكلم عموما. ممكن يكون هو بيفكر في حاجه كتير فمش عارف ينام، دي حاجه. او الحاجه التانية هو منشغل جدا بمشكله معينه مش لاقي لها حل ومحتاج حل ليها فورا. ده نوع الالم اللي انت المفروض تكون بتحله في برامجك التدريبيه. خلاص، يعني الاوفرز بتاعت مثلا اكتشف شغفك، مين بينام بالليل او يعني ما بيعرفش ينام بالليل بسبب ان هو مش عارف يكتشف شغفه في الحياه؟ مش منطقي. مين هيدفع لك $10,000، $5,000، $3,000، $500 عشان يكتشف شغفه؟ مين الشخص ده اصلا؟ مفيش شخص ده مش موجود. ولذلك الاوفرز بتاعت اللايف كوتشز معظمها بتبقى حاجات جينيريك مش مفهومه، ومش يعني مش بتحل مشكله حياتيه العميل فعلا بيعاني منها دلوقتي. خلاص، فده مهم. فلازم يكون البين بتاعك يعني مؤرق، كده مؤرق لدرجه ان العميل هيدفع عشان يحله، ما عندوش مشكله يخسر فلوس، واخد بالك، او ما عندوش مشكله يرمي فلوس على المشكله عشان يحلها. فده من احد الحاجات اللي تحوط البين، او من ضمن العناصر المهمه اللي لازم تكون عارفها تحت البين. يعني البين، الالم اتعرف، هل ده مؤرق؟ هل العميل مستعد يدفع فلوس عشان يحله؟ ده يعني اول حاجه في الشجره بتاعه البين. طيب تاني حاجه، في حاجه اسمها تريجر او محرك او زرار. يعني شفت انت لما تضغط على الزرار يحصل حاجه، ايه اللي لما تضغط عليه عند العميل بيحس بالالم ده؟ مهم جدا تكون عارف النقطه دي، مهم جدا 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 تكون عارف الحته دي، لان ده غالبا ده اللي انت هتقوله في اعلانك اصلا. لو انت عارف التريجر، لو ضغطت عليه عميلك هيقول انت فاهمني، انت فاهم المشكله بتاعتي وعارف الالم بتاعي، فانا هسمع لك عشان انت الشخص اللي فعلا اتكلمت الالم اللي انا بفكر فيه. ايه التريجر؟ يعني مثلا هديك مثال بسيط خالص. انا مثلا لما اكل حاجه مسكره جامد، انا بكلمك على طبيعتي انا كعبد الله، يعني لما اكل حاجه مسكره جامد بحس نوع من انواع الدوخه. فلو انت جيت كحد، انت طبيب وعملت اعلان، كتبت في الاعلان بتاعك لو السكريات بتدوخك، انا خلاص انت شديت انتباهي. خلاص. فانت لازم يكون عندك او الريسيرش اللي انت بتعمله عشان تبقى اسمك عارف عميلك، انك تكون عارف التريجر بتاع عميلك ايه. ايه الزرار اللي لو ضغطت عليه عميلك هينتبه؟
تريجرز مهم. جمع لسته من تريجرز، اسال شات جي بي تي يقول له انا ده عميلي، ايه التريجرز بتاعت الشخص ده؟ جمعها، اعرفها، احفظها، عينها، يعني اتصرف. لازم يكون عندك العلم ده، لازم تكون عارف الكلام ده كله عن العميل بتاعك. خلاص. دي حاجه اسمها بنسميها برضو سايكولوجيكال تريجرز، حاجات سيكولوجيه. يعني ايه الزرار لو ضغطت عليه هيتريجر الالم ده اسمه سايكولوجيكال تريجر. خلاص. في تاني حاجه اسمها ايموشنال بوتون. ايموشنال بوتون، نفس الكلام، قريب من السايكولوجيكال تريجر شويه، ولكن ده اسمه ايموشنال بوتون. زرار بتتك عليه بيطلع لك مشاعر، مشاعر خوف، مشاعر الم. ده مختلف شويه لانه متشعب اكتر من البين. يعني البين، انا مثلا البين بتاعي مش عارف اجيب مبيعات، فلو قلت لي لو انت بتصرف كتير على الاعلانات وما بتجيبش مبيعات، انت خلاص انت ضغطت لي على التريجر. طب ايه الايموشنال بوتون؟ تاثير الحاجات دي عليك، يعني تاثير ان انت مثلا مش عارف تجيب مبيعات عليك، الايموشنز كلها، خوف، قلق، احباط، وهكذا. تمام. خوف، قلق، احباط. تعال نكمل المثال بتاع الدوخه بتاع السكريات ده. لو انا اكلت سكر كتير ايه اللي هيحصل؟ بدوخ جامد، ولما ادوخ جامد بخاف على نفسي، والخوف ده بيخليني مش عايز اكل سكريات تاني، فبالتالي بقلل السكريات رغم ان هي ممكن تكون مفيده في عناصر مهمه لجسمي. مش هاخدها الا من السكريات، فبالتالي ده هيخليني اقلق من اي حاجه، اي نوع من انواع السكريات اللي انا باكلها، بس انا ما اعرفش ايه الانواع بتاعه السكريات المفيده لجسمي. هيبقى يعني هيجي نوع من انواع التوهان لان مش عارف هو ده الايموشنال بوتنز. دي الايموشنال بوتن، ده اللي انت لازم تكون عارفه عن عميلك. دي المعرفه اللي فعلا لازم تكون عندك عن العميل بتاعك، عشان اي اعلان هتكتبه، اي محتوى هتعمله، اي ظهور ليك، هيبقى مؤثر اكتر من 95% من المنافسين بتوعك، لان هم ما بيتكلموش بنفس الطريقه دي، ما يعرفوش الايموشنال بوتنز بتاعت عميلك عامله ازاي. فتتوقع منين ان هم بيكسبوا وانت لا؟ اكيد عارفين الحاجات دي، اكيد. طب لو انت عارف الحاجات دي، هتبقى احسن من 95% من المنافسين بتوعك، لان مفيش اصلا حد بيهتم انه يوصل للمستوى ده من المعرفه عن العميل بتاعه. ولو انت وصلت للمستوى ده من المعرفه عن العميل بتاعك، إيه اللي هيحصل؟ هتكتب محتوى احسن، هتعرف تبيع احسن. الاعتراضات اللي هتجيلك في المكالمات مش هتبقى اعتراضات اصلا، مش هيبقى فيه اعتراضات، هتوصل لمرحله الاوبجكشن ليس كلوز، لانك عميلك من اول ثانيه عارف انك فاهمه. فانت بنيت ثقه جامده جدا مع العميل من غير ما يعرف عنك اي حاجه. وده حصل معايا كتير جدا، مع عملاء كتير عندنا جدا برضه. خلاص. في طبعا حاجات تانية لازم تكون عارفها في شجره البين دي، بس دول كفايه عشان الفيديو ما يبقاش اطول من كده. طبعا انا بحب ان انا اديك فاليو على قد ما اقدر، ولكن ده جانب البين، وده مهم جدا انك تكون عارف الحاجات دي. خلاص. طيب، خلصنا من البين، عايزين ندخل على الجولز. والجولز بسيطه خالص، يعني الجولز بسيطه خالص. انا عشت مع البين مع العميل، الجولز بتاعته والتاثير بتاعها عامل ازاي على حياته، او شكل الحياه بتاعته هيبقى عامل ازاي. تعال نتكلم شويه عن الحته دي. تنقسم الجولز ليه الجول نفسه، اكيد معرفه الهدف نفسه كهدف، ايه الهدف اللي العميل عايز يوصل له. تمام. وشكل حياه العميل بعد تحقيق هذا الهدف، شكل الحياه بيسموه فيوتشر بيسنج، ان انا اتكلم عن او اخلي العميل يحس بشكل حياته بعد ما يحل المشكله، شكل الحياه بعد حل المشاكل. تمام كده. شكل حياه عميلك بعد ما يحل مشكلته يبقى عامل ازاي. لازم عميلك انت تبقى عارف الحاجات دي، وعميلك يبقى هو فعلا دي الحاجات اللي هو عايزها. يعني ما ينفعش هنا تحكم او تتنبأ، ما فيش تنبؤ، او يعني مع نفسك كده تحط افتراضات، ما تفترضش. لازم هنا بالظبط تكون الفكره اللي انت عارفها عن المستقبل عميلك لما يحل المشكله، لازم يكون عميلك يعني ده متسق مع الحقيقه اللي العميل فعلا عايز يوصل لها. فاهم قصدي؟ يعني افتراضك لازم يكون فعلا حقيقي، ما يكونش هدف انت مخترعه والعميل مش عايز يوصل له. ده اكيد ده مهم. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه، آه لازم تخليه يحس. دي حاجه اسمها بقى ايه، ده من ضمن الفيوتشر بيسنج، حاجه بيسموها 3 dimensional 3 dimension او 3 دي benefit. يقول لك لو انت عايز تعمل فيوتشر بيسنج محترم، لازم تتكلم عن شكل حياه عميلك لما يوصل نتيجه بحاجه اسمها 3 dimensional benefit. يعني ايه؟ يعني تشوف الحياه من وجهه نظر عميلك. يعني عميلك يقدر يلمس
من التخيل اللي انت هتعمله لعميلك. طبعا كان في حاجات عميقه شويه معلش، وهتفهمها برضه لما تتابعني هتفهمها. عميلك لازم يلمس الحياه دي، يعني يلمسها، يقدر يحس بيها ويلمسها، يشوفها، يشوفها ويلمسها ويحس، يحس بالنجاح خلاص، او يحس بالنتيجه بتاعته. طيب هتقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك من الاخر كده، من الاخر، لازم انت الكتابه اللي هتكتبها في الاعلان بتاعك، او الكتابه اللي هتكتبها في المحتوى بتاعك، او حتى المعلومات اللي هتكتبها في الدوكيومنت اللي انت هتسيب فيه البيانات بتاعت عميلك، لازم تتكلم فيها عن شكل الحياه بتاعتك من الثلاث جهات دول. خلاص كده، خليني اديك مثال. تمام؟ يعني انا مثلا كعبد الله لما احل مشكله ان انا سكر بيدوخني مثلا بشكل او باخر، خلاص، حياتي هتبقى عامله ازاي؟ هقدر اكل اي نوع من انواع السكريات انا ممكن احلم بيه اهو. هقدر اكل، يعني كده انا بدات ايه، اشوف، بدات اتخيل. يعني كده لمسنا جانب الشوفان، تمام، اللي هو ده نرسم مثلا عين كده. الحاجات دي لازم تكون يعني الكلام اللي انا بكتبه ده للريسيرش هيتقال في المكالمات البيعيه مع العملاء، هيتقال في الفيديوهات البيعيه بتاعتي. يعني تخيل نفسك بتتكلم في ويبينار للناس اللي بتدوخ من السكر مثلا. لما تحل مشكلتك اخيرا هتقدر تاكل اي، تبص على اي نوع من السكريات انت نفسك فيه وتاكله بالطريقه اللي انت فعلا مرتاح فيها، وتحس فعلا بطعم الاكل وتستمتع بيه. هنا دخلنا في اللمس. الثلاث جوانب دول الثلاث جوانب اللي انت لازم تتكلم فيهم في المحتوى بتاعك، او في الاعلانات بتاعتك، او في الويبينارز بتاعتك، عشان تزود مستوى التحويل او مستوى الاقناع للحاجه اللي انت بتقدمها. اللمس، خلاص، اقدر اكل اي نوع من انواع ال الاكل اللي انا سوري، من السكريات اللي انا نفسي فيها، وانا مبسوط، واحس بالسعاده لما اكل الحاجات دي، وما احسش تاني ان انا هخاف ان انا اكل نوع معين من السكريات وانا من غير ما ادوخ تاني والكلام ده. خلاص، يبقى انا كده اتكلمت عن احساس السعاده، احساس ان انا مش هحمل هم ان انا هاكل حاجه مسكره تاني وهتدوخني، احساس ان انا هشوف الاكل اللي انا نفسي فيه وانا مبسوط. تخيل بقى ان انت عندك ستاك، يعني عندك مثلا ايه، ستاك كده بيسموها ايه، بولتس كده، من كميه البنفيتس اللي عميلك عايز يوصل لها، واخد بالك، وانت مجمعها عندك في دوكيومنت كده. تخيل عندك حاجه زي كده. تتوقع ان انت هتكتب اعلان مش هيجيب مبيعات؟ تتوقع انك تكتب محتوى الناس مش هتتفرج عليه؟ تتوقع انك هتخسر لما تعمل اعلان؟ ما اظنش. مستحيل يكون عندك كل ده، يكون عارف عاملك بالمعرفه دي، وتكتب حاجه غلط في الاعلان بتاعك، او تقول لي يا عبد الله والله انا عملت محتوى كتير ومحدش سمع لي او ما جاليش عملاء. مستحيل. لانك عرفت عميلك من الاول، عرفت هو مين، وعرفت كل الكلام ده عنه، عرفت البنفيتس بتاعته اللي هيجمعها في الحياه عامله ازاي، عرفت قد ايه التاثير بتاعها لما يوصل لحياته يبقى عامل ازاي، عملت فيوتشر بيسنج، عارف شكل الحياه، يعني رسمت شكل الحياه لما يحقق نتيجه عامله ازاي. وفي نفس الوقت عرفت البين بتاعه، عرفت البين اللي عنده ده هو ليه اصلا بين، هو ليه الم، هو ليه بيعاني منه، وتاثيره على حياته عامل ازاي، وايه التريجرز، ايه التريجرز. خلاص، يبقى قلنا الايموشنال بوتونز هي التاثير اللي بيحصل في حياه عميلك، او الشعور اللي عميلك بيحسه لما يحس بالبين ده. تمام. حاجه مهمه جدا نسينا نقولها هنا، الجانب بتاع التاثير، سوري، ده مهم قوي طبعا، عشان احنا بفري فلو، فطبيعي ان انا وانا بفري فلو كده في حاجات مهمه كده يعني تقع مننا يعني. الامبليكيشن، بيسموها بين امبليكيشن او امباكت. تاثير الحياه عند عميلك حاليا لما يعاني من المعاناه دي. يعني مثلا تعال نبعد شويه عن موضوع السكر ده. خلينا ندخل مثلا في حد وليكن بيقدم سيرفيس، والسيرفيس دي ما بتتباعش. عنده احد الامبليكيشنز ان هو عنده قيمه عاليه جدا، مش عارف يسوق لها، حاسس انه عامل زي الكنز المدفون، مهما صرف من اعلانات او محتوى او كونتنت او وات ايفر، او ويبينار او وسيله بيع، بيخسر في فلوس كتير جدا كان ممكن يحققها، مش عارف يحققها لان هو بيشتغل غلط. فده مسبب له احباط، وعمل مجهود كبير جدا وتوقع منه مبيعات فظيعه وفي الاخر ما جابش اي حاجه، فده مسبب له احباط. عارف قيمته الحقيقيه وواثق في القيمه اللي هو بيقدمها، وبيقدم رغم ان هو ما بيحققش النتيجه اللي هو عايزها، وستيل قاعد مكانه ما بيجيبش نتائج. طب ده ايه؟ ده الامبليكيشن، ده الامباكت.
هل هو يعرف يعيش كده؟ لا. طيب لما اعرف المعلومات دي عن عميلي، لما اعرف حته الامباكت دي ايه اللي هيحصل، لما اتكلم معاه في مكالمه بيعيه او اتكلم معاه في ويبينار، اقدر اقول له لو انت فضلت في المرحله اللي انت فيها دلوقتي دي، ايه اللي هيحصل؟ هتخسر مبيعات، عمرك ما هتعرف تعيش شكل الحياه اللي انت عايز تعيشها، البيزنس بتاعك هتفضل تصرف عليه وعمره ما هيوصلك للنتائج اللي انت عايزها لانك بتشتغل غلط من الاساس. مهما طورت ومهما عدلت في المحتوى بتاعك، مفيش اي حاجه هتتغير. ولما تعمل كده يعني هتنتهي بيك الحال في انك هتبقى شخص محبط جدا ومش توصل للنتائج اللي انت عايزها. بس implications. خلاص. اقدر اقول لعميل مثلا في مكالمه انك عندك اوبشنين، يا اما تفضل زي ما انت بتعاني من نفس المشكله اللي انت فيها، بتعمل محتوى كتير ومحدش بيتابعك، بتخسر فلوس كتير جدا على اعلانات كان ممكن تحقق لك نتائج، ولغايه دلوقتي ما فيش محلك سر. خلاص. فده بيسبب لك احباط وبيحسسك ان انت بتقدم قيمه وبتكلم نفسك ومحدش مهتم ان هو يسمع لك. امباكت امبليكيشنز، ده مهم. معرفتك بالحاجات دي مهم جدا لان ده هيوفر عليك حاجات كتير. زي ما قلت لك، يعني زي ما قلت، احنا طبعا كررت الكلمه دي كتير انا عارف، ولكن معرفتك بالحاجات دي هيخليك اقوى من 95% من المنافسين بتوعك. هتعرف تتكلم للناس اللي فعلا مهتمه ان هي تشترك معاك، بس مش هتكلم ناس او مش هتضيع وقتك مع ناس بنسموهم تاير كيكرز، مش مهتمين انت بتقدم ايه ولا عايزين يسمعوا ايه اللي انت بتقدمه اصلا. خلاص كده. خلاص. ده شكل الحاجات اللي انت المفروض تكون يعني زي ما تقول كده عارفها عن العميل بتاعك، عشان فعلا تبقى اسمك عملت ماركت ريسيرش محترم، عشان فعلا تبقى اسمك عارف عميلك بيعمل ايه. انت تخيل نفسك بقى، او تخيل ان 95% من السوق حاليا ما حدش فيهم عارف ربع الحاجات دي. تخيل ان 95% من السوق حتى الناس الكبيره المشهورين اللي عندهم فولورز ما يعرفوش ربع الحاجات دي عن العملاء بتوعتهم. كل اللي بيبيعوا بيه الاسم والصوره والجاه والبراند. لكن ده السبب اللي بيخلي ناس زيي وناس زي العملاء بتوعنا ما عندهمش ربع الفولورز اللي عند الناس المشاهير المنافسين بتوعهم. ده اللي بيخليهم يبيعوا باسعار اعلى، ده اللي بيخليهم يعملوا ثقه جامده جدا مع نوعيه عملاء موجودين وبيتابعوا الناس المشهورين. ويعني برضه مش قادر اقول لك قد ايه ناس دخلوا معايا ومعروفين بالمناسبه وقالوا لي يا عبد الله انا شفت فلان وفلان وفلان، زملاء ليا في الماركت عندهم فولورز اكتر منك بكتير، آه، عاملين بروباجندا اعلى منك بكتير، بس انا اخترت اشترك معاك انت لانك انت الوحيد اللي انا حسيته فاهمني. انت فاهمني يا عبد الله. وده اكيد مش صدفه، ده اولا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في شغل برضه بيتعمل. خلاص. يعني ربنا وفقنا لهذه الاسباب ان احنا نعملها عشان نوصل لهذه النتائج. تمام. فهو 100% توفيق من الله سبحانه وتعالى، وشويه اسباب كده ربنا وفقنا ليها برضه. فانت مهم جدا تبقى عارف هذه الحاجات، وده السبب اللي بيخلي برضه عملائنا ما يعملوش كم المحتوى اللي انت متخيل انك محتاج تعمله عشان تجيب عملاء. تمام. مش محتاج تعمل ده كله. وده السبب برضه اللي بيخلي عملائنا يصرفوا فلوس اقل في الاعلانات عشان ينجحوا في الموضوع ده. تقول لي يا عبد الله ايه علاقه الصرف بالقصه دي؟ هقول لك ان انت لما ما تبقاش عارف الحاجات دي كلها عن عميلك، ايه اللي بيحصل؟ يعني خلينا ناخدها من جانبين، جانب الاعلانات وجانب المحتوى. خلاص. لما تبقى عارف الكلام ده عن العميل بتاعك في المحتوى وفي الاعلانات، احنا هنتكلم عن منصه واحده زي مثلا زي ميتا. تمام كده. منصه ميتا. تاثير معرفه هذا الكلام اللي انا كلمتك عنه على على الماركتنج بتاعك في الاعلانات وفي المحتوى كالاتي. خلاص. خلينا نبدا بالاعلانات لان احنا كنا بنتكلم عن جانب الاعلانات اللي هو انت هتصرف اقل. لما انت تعمل اعلان وبتتكلم بشكل عام عن او بتقول في اعلانك كلام عام عن امبليكيشنز مثلا او امباكت معين عن عميلك، والامباكت ده عام انت مثلا متوقعه او مفترضه وهو مش حقيقي، ايه اللي بيحصل في الالجوريثم بتاع فيسبوك؟ فيسبوك بيعمل ايه؟ بيفرم البادجت بتاعتك، يعني بي اوفر باي، بيحصل اوفر باينج، بيصرف كتير قوي عشان يلاقي لك نوعيه الناس اللي انت بتدور عليها دي، لانك مش محدد، انت كاتب حاجه تنفع مع الناس كلها. فبتلاقي ايه؟ بيجي ناس كتير يا عبد الله ما حدش بيشترك. هو ده اللي بيحصل فعلا. ده اللي فعلا بيحصل. وده يعني شكوى رهيبه جدا. جالي ناس كتير جد ليدز كتير وزيرو
كلاينتس. فيسبوك بيحرق البادجت بتاعتك، بيحاول يفرك، بيتشقلب لك عشان يجيب لك عملاء من الكلام اللي انت كاتبه، وهو كلام عام. يا جماعه التارجتنج في الاعلانات عباره عن كتابه كلام صحيح لنوعيه العملاء الصح، مش عباره عن اقول اي حاجه في الاعلان وفجاه الاقي سام هاو الناس العملاء بتوع اللي انا عايزهم ظهروا لي. ما بتمشيش كده، ما بتتحسبش كده. بتتحسب بان انا اعمل ده اللي اعرفه. خلاص، ده الحاجات اللي المفروض اكون عارفها عن العميل بتاعي عشان انجح فعلا. خلاص. فاوفر باينج بيحرق البنزين على الفاضي. انت تخيل ان انت ممور العربيه وعمال تدوس بنزين والعربيه في مكانها. هو ده اللي بيحصل فعلا. وده اللي بيحصل برضو في المحتوى. ده اللي بيحصل برضو في المحتوى. خلاص. برضو هتلاقي نفسك بقى ممكن ده انت يعني لو الموضوع بقى يعني لو انت مجتهد جدا كده وبتاع، فتعمل تحليل، فتقول والله ده الفانل بتاعتي هي المشكله، فتقوم رايح انت مغير الفانل بتاعتك كلها. يعني بقى تغير الفانل وتعمل بقى الكلام. طبعا ده غير الناس اللي بتعمل فيديوهات موشن جرافيك وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وانت برضو بتتكلم لعميل مش عميلك. في النهايه الاعلانات كلها بتاعتك هتضرب، مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتنجح معاك. او بلاش نبوظ الرسم عشان حرام. هتلاقي نفسك الاعلانات ما بتجيبش نتيجه معاك. تقول انا جربت الاعلانات وصرفت كتير وفي النهايه ما فيش حد اشترك معايا. طب ليه؟ لانك ما عملتش الريسيرش اللي كان المفروض تعمله من البدايه، ما عملتوش بالطريقه الصحيحه. ده المشكله. طب في المحتوى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك عمال تنزل كونتنت. يعني انا شفت يعني ناس اتصلت معاهم من احد العملاء اللي دخلوا معانا، يعني عامله اكتر من 600 بوست على السوشيال ميديا. 600 وزيرو كلاينتس. زيرو كلاينتس، صفر عملاء. انت متخيل؟ اكيد في حاجه غلط. فلو انت عملت حاجه زي كده ووصلت لهذه النتيجه، طبعا في مستحيل تبقى تعمل عدد البوستات ده وما يكونش في حاجه غلط. خلاص. نفس الكلام الالجوريثم او اللوغاريتمات بتاع الفيسبوك او بتاعه انستجرام او بتاعه المنصه اللي انت شغال عليها بتعمل ايه؟ بتجتهد جامد جدا. سواء حتى يعني لو انت مثلا بتنزل ريلز، المفروض ان الريلز دي من الحاجات اللي بتجيب لك محتوى جامد جدا جدا، او بتجيب لك سوري فيوز كتير جدا. عملت 600 ريل ولسه مثلا عندك 200 فولور. ايه ده؟ لا، كده في حاجه غلط جدا بتعملها. كده في حاجه غلط جدا في المحتوى اللي انت بتقوله. كده في حاجه غلط جدا في الرساله اللي انت بتتكلم فيها. كان انت محتاج تعمل ماركت ريسيرش. كان انت محتاج تعرف الكلام اللي احنا بنتكلم عنه هنا كله. محتاج تعرف تجيب الكلام ده كله قبل ما تقول اي كلمه في الماركتنج بتاعك، عشان تضمن انك بتكلم الشخص الصح في الوقت الصح. هتلاقي برضو انك بيجي لك ناس كتير مهتمه او عدد قليل ممكن يكون لك كمان، لان المحتوى مش زي الاعلانات. يجي لك عدد قليل يبعت لك يقول لك انا مهتم، او هتلاقي نفسك مهما نزلت المحتوى عمال يجي لك لايكس، عمال يجي لك فولورز، وناس بتقول لك الله محتواك حلو جدا ومحدش بيدفع لك فلوس. طب ده ليه؟ عشان انت بتكلم ناس مش مؤهله اصلا انها تدفع لك، او بتكلم العميل خاطئ، او بتبيع الحاجه الغلط للعميل الصح، او بتكلم العميل الغلط بالحاجه الصح. فاهم قصدي؟ ده اللي هيحصل معاك، لانك ما عملتش حساباتك من الاول، ما تعرفش انت بتكلم مين. خلاص. تعال نتكلم عن 5 علامات مهمه واضحه تعرفك وتقول لك اذا كنت انت بتكلم العميل الصح ولا لا. ويعتبر احنا اتكلمنا عن جزء منهم في النقطه اللي فاتت دي، بس خلينا نبدا نتكلم فيها دلوقتي. طيب خلينا نبدا دلوقتي مع اول علامه، وهي انك بتتكلم كلام عام. كلامك عام. كلامك عام. اوكي. كلامك عام يعني انت بتتكلم لناس يعني عناوين زي مثلا، خلينا اقول لك مثال بسيط. ازاي تنجح في البيزنس؟ اي بيزنس. مين الشخص نوعيه البيزنس اللي انت بتكلمه مين؟ ايه المشكله اللي الشخص اللي انت هتساعده ينجح في نوعيه البيزنس دي بيعاني منها دلوقتي؟ ايه نوع المشكله؟ ايه اثر المشكله؟ ايه الهدف اللي عايز يوصل له؟ فاهم قصدي؟ لو انت بتتكلم بهذه العقليه او بهذه الطريقه، فغالبا انت مش هتكلم حد. يعني انت ما بتتكلمش حد، بتكلم نفسك في النهايه. يعني مثال اخر، مثلا لو انت شخص من الناس اللي بتعاني من الام الظهر. الناس كلها بتعاني، اي حد معدي ممكن ظهره يبقى وجعه. لكن لو قلت، وعلى فكره ممكن تشد انتباه ناس مش معاها فلوس، بس انت لو انت قلت بقى ايه، لو انت من الناس اللي بتشتغل شغلانات بتتطلب الوقوف بمده طويله جدا، فغالبا انت عندك احد هذه الالام، انواع الالام من الام الظهر، والعلاج بتاعها 1 2 3 4. لما تتكلم بالطريقه دي مين اللي هيسمع لك؟ الناس اللي غالبا ما بتشتغل شغلانه ومعاها فلوس عشان تدفع عشان تحل المشكله دي، اللي مش بتعرف تنام بالليل بسبب الم الظهر اللي عندها، لان هي بتقف كتير طول النهار وبتعاني من ارق من بسبب الم الظهر ده،
ومحتاجه حل فوري دلوقتي. بس الشيفت الصغير ده يعني في الكلام اللي انت هتقوله في الاعلان بتاعك هيغير لك البيزنس بتاعك، هيغير الطريقه اللي انت بتعمل بيها بيزنس، هيخلي اعلاناتك تجيب فلوس اكتر، هيخلي محتواك يكلم الناس فعلا محتاجه الحاجه اللي انت بتقدمها، هيخليك تعرف تبيع باسعار اعلى لانك بتكلم الناس فعلا محتاجه وبتعاني وهتدفع لك. ده اول علامه. طيب تاني علامه هي ان محتواك مفيد، بس انت يعني بتتكلم لعملاء يعني مش عندها بين. وده برضو يعني يمكن ده سب كاتيجوري كده من الايه، من الاثر الاول. خلاص، ان انا بتكلم محتوايا مش بيكلم عملاء عندهم بين. يعني بعمل حاجات، عارف انت الفيديوهات بتاعت اللي هي زي الفيديوهات اللي بتشوفها الاطفال كده. الطفل بيعمل ايه؟ عايز ينبسط، فبيتفرج على فيديوهات مثلا انا الحق انا جبت مثلا الاكله بتاعتنا النهارده عامله ازاي، او سمير سرق الزمزميه بتاعت زميله من المدرسه، ستوري. الحاجات دي كلها من انواع الحاجات اللي بتخليه يفرح وينبسط وخلاص، والناس كلها بتديك لايك وسبسكرايب وشكرا. او الناس اللي بتقدم فيديوهات وثائقيه، ناس زي الدحيح والحاجات دي. انت مش بتكلم الناس عندها بين. هو الدحيح بيعمل فلوسه من البرنامج نفسه، من المشاهدات، مش بيعمل فلوسه من ان هو بيبيع حاجه لحد. مفيش ترانزاكشن بيحصل في مقابل حاجه معينه انت بتقدمها. فمحتواك مش بيكلم عملاء عندهم بين، فهتتوقع منين ان انت الناس هتدفع لك فلوس؟ دي تاني علامه. خلاص، دي تاني علامه من العلامات بتاعت اذا كنت انت فعلا عارف عميلك او لا. خلاص، او اذا كان انت يعني ده السبب اللي مأخرك، مش ان انت مثلا في عندك مشكله في الاعلان او مشكله في المحتوى وهكذا. تمام. العلامه الثالثه وهي ان انت بتشرح كتير جدا في المحتوى بتاعك. تمام، بتشرح كتير في المحتوى بتاعك. طب تظن ان انا لو انا قعدت اشرح كتير جدا 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 ده هيخلي عميل يحس ان انا قيم جدا وشاطر جدا والكلام ده كله؟ هو في يعني نوع من انواع الصحه لحاجه زي كده، بس ده لما ابقى انا عارف البين بتاع عميلي ايه وبشرح له حل. يعني بشرح له حاجه فعلا يعني تتطلب الشرح وتتطلب ان انا اقعد اسمع، بس في البين في حاجه فعلا فيها الم. يعني انا مثلا قاعد بكلمك في فيديو بقى لي يمكن اكتر من نص ساعه بحاول افهمك ان انت النقطه اللي انت واقف فيها في البيزنس بتاعك دلوقتي ممكن ما يكونش بسبب جوده الاعلان او جوده الفانل او جوده اي حاجه من الحاجات دي، ممكن تكون بسبب ان انت ما تعرفش عميلك بجد. ولذلك دي اول خطوه بنكلمها مع اي عميل بيشتغل معانا، بقول له لازم تعمل ماركت ريسيرش عشان تفهم العميل بتاعك بيعمل ايه، لازم تفهم تعمل ماركت ريسيرش عشان تعرف تكون ماركتنج مسج محترمه تجيب لك نوعيه عميل هيدفع لك فلوس محتاج الحاجه اللي انت بتقدمها فعلا، وهكذا. خلاص، فاحنا مش عايزين ان انت تعيش جوه دماغك. يعني انت قاعد عمال تتكلم بتدي قيمه فظيعه جدا وفاكر ان دي الحاجه اللي عميلك محتاجها، وعميلك ممكن ما يكونش محتاج اي حاجه من الحاجات دي. خلاص، ده علامه مهمه جدا. رابع علامه انك بيجي لك ناس كتير مهتمه ومحدش بيدفع لك فلوس. يعني نكتب كده ليدز كتير with zero sales. لك ناس مهتمه تقول لك انا مهتم باللي انت بتقدمه بس محدش بيدفع لك فلوس. كده تيقن انك بتتكلم عميل غلط باكبر يعني يعني ده ادق حاجه. ليه؟ لانك هنا المسج بتاعتك صح، المسج بتاعتك جايبه لك ناس فعلا، بس مش هي الناس اللي المفروض تشترك معاك، لان محدش فيهم عايز يدفع. يبقى كده تاكد ان انت يا باشا بتعمل خطا كبير ومهم جدا. ايه هو؟ انك ما تعرفش عميلك. ودي احد العلامات اللي تعرفك انك ما تعرفش عميلك، انك بيجي لك ناس مهتمه ومحدش بيدفع لك فلوس. طيب اخر واهم علامه هي انك شكل البرنامج بتاعك قوي بس هو فعلا مش قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعني شكله قوي بس محدش بيشترك. خلاص، اوفر قوي، انت فاهم على الاقل ان هو قوي، بس هو من وجهه نظر عميلك مش قوي. اوفر يعني مش معناها عرض، اوفر يعني البرنامج اللي انت بتقدمه او الخدمه اللي انت بتقدمها. هتقول لي يا عبد الله ده انا بغير حياه الناس بالخدمه بتاعتي والحاجات دي كلها.
اقول لك مش انت اللي تقول، عميلك هو اللي يحكم اذا كنت انت فعلا بتعمل كده او لا. خلاص، او اذا كان المحتوى اللي انت بتقدمه هيعمل كده او لا. تقول لي برضه يعني ايه؟ مش فاهم. اقول لك يعني انت ممكن تكون حاطط 100 يعني شفت انت الكورسات اللي هي 120 ساعه دي، قيمه بقى يعني قيمه فاليو، انا مدي فاليو يا عم، مديك 120 ساعه بحالهم. طب هل العميل فعلا عايز يقعد 120 ساعه عشان يحل مشكلته؟ طب ما لا، ممكن يكون عميلك اصلا مشغول. يعني انت مثلا بتكلم بزنس اونر عنده 50 موظف، وبتقول له انا هديك برنامج تدريبي 120 ساعه، وهو اصلا فعلا ما عندوش وقت، ما عندوش ساعه واحده في يومه عشان يقعد يتفرج على برنامج 120 ساعه. فاهم قصدي؟ فهنا المشكله في العرض بتاعك. ممكن تكون عامل كل الحاجات اللي فاتت صح، بس انت مش عامل عرض مناسب للعميل اللي انت بتكلمه. عميلك صح، عارف البين، عارف الجول، بس العرض بتاعك مش مناسب للوضع الحالي بتاعه. لانك لو عارف الوضع الحالي بتاعه هتعمل له عرض قوي، هتعمل له عرض مناسب لحالته. طيب ايه العرض المناسب لبزنس اونر ما عندوش الا ساعه واحده في اليوم؟ تقول له انا هخلص لك كل المشاكل اللي عندك بنفسي، هعملها لك انا بدل ما تقعد تدرس. طب ما انا خبير، طب ما انا اقوم رايح عامل سيرفيس، اقدم له سيرفيس بدل ما يقعد يذاكر. انا هخلص له انا الشغل واطلب اسعار براحتي بقى، يعني اعلي سعري زي ما انا عايز، معايا اريحيه ان انا ابيع يعني باسعار عاليه، لان هو اصلا مشغول ما عندوش وقت يتابع، فبالتالي معاه فلوس يدفع لك عشان انت تخلص له الحاجه. ده شكل الاوفرز اللي انت فعلا تبنيها، مش بالحشو. خلاص. او تروح مثلا لطالب عنده كل الوقت اللي في الحياه، وتقول له مثلا انا هبيع لك برنامج تدريبي مدته طبعا يعني مش بالمده اكيد، بس مثلا ساعه واحده هطلع لك تنين مجنح وما اعرفش إيه. هو اصلا عشان يقتنع ان هو في ساعه واحده هيحل المشاكل بتاعته، ده صعب جدا اساسا. دي حاجه. الحاجه التانيه، معظم الطلبه مش عندهم الجانب بتاع ان انا هدفع لك هاي تيكت. مش مين طالب هيدفع لك $2000 في خدمه انت هتقدمها؟ خلاص. لازم تكون برضو يعني حاسب حساباتك كويس في الحته دي. تمام. ده الخمس علامات اللي انت لازم تكون يعني اوير بيهم، لان اي علامه من دول كده ظاهرين بشكل او باخر في المحتوى بتاعك او في القيمه اللي انت بتقدمها حاليا، غالبا انت مشكلتك في الريسيرش. انت مشكلتك، اكتب بالك في الدقيقه دي كده، غالبا انك ما تعرفش مين عميلك. بس. طيب تعال بقى اقول لك ازاي اخد كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده دي، واعمل فعلا ماركت ريسيرش يعرفني المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعه الجولز والبين والكلام ده كله دلوقتي حالا. ايه البرومبت اللي لازم يكون معايا عشان اعرف اعمل الحاجات دي؟ ان شاء الله هحاول اسيب لك البرومبت في الديسكربشن تحت، او يعني هسيبه لك بشكل او باخر بحيث تقدر توصل له يعني في جوجل دوكيمنت او حاجه بحيث تسهل عليك. ده هيبقى برومبت انت هتعمله، هتديه لتشات جي بي تي. خلاص. لما تكتبه بالطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي، هيطلع لك كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده بتاعه البين والجولز والكلام ده كله، بشكل انت تعرف تعيد استخدامه بعد كده عشان تخلي تشات جي بي تي ذات نفسه يكتب لك اعلاناتك، يسهل عليك شغلك، يعرفك ايه النكست ستيبس، تقدر تكمل في الشات ده بعد كده عشان توصل لنتائج احسن، تحسن الماركتنج بتاعك وتوصل لفاليو اكتر، او تكلم الناس اللي فعلا محتاجه الخدمه اللي انت بتقدمها، وتعرف تبني اوفرز محترمه تتباع باسعار عاليه عميلك فعلا محتاجها. ودلوقتي تعالى بالظبط اقول لك هنعمل ده ازاي. طيب ده كده الشيت اللي ان شاء الله هيبقى يعني بشكل او باخر ليكوا اكسس عليه يعني. تمام. ده يعني انواع النيتشز اللي احنا هنتكلم فيها. خلاص. طبعا الهيلث تحتها كذا يعني في نيتش عام. نيتش ده اللي هو المجال او يعني العام اللي انت بتتكلم فيه. في 3 مجالات كبار قوي في العالم: الصحه والمال والاعمال. خلاص كده. او الصحه والمال والعلاقات. المال والاعمال والعلاقات. خلاص كده. فزي ما انت شايف دول النيتشز. يعني انت بس كل اللي هتعمله هتقرا الكلام ده، هو مكتوب بالانجلش عشان بس الشات جي بي تي النتائج اللي بتطلعها بالانجلش تبقى اقوى بكتير من اللي بتطلعها بالعربي. ممكن بعد ما تطلع النتائج اللي احنا هنطلعها في النهايه بالانجليزي تبقى تترجمها بعد كده عشان تطلع جوده احسن يعني. طيب عامه النيتشز منقسمه ل3 حاجات هنا زي ما انت شايف: الهيلث، تحتها سب نيتش يعني تحت الصحه حاجات كتير بقى، الفتنس والطب يعني
هتلاقي حاجات كتير قوي من ضمنهم الحاجات دي كلها. انت هتختار المجال بتاعك اقرب لايه من الحاجات دي، ولو مش موجود في دول انت اكتب. طيب احنا هقول لك الفكره من ده كمان شويه هتبقى عامله ازاي. طبعا الهيلث والويلث عندنا سب نيشنز تحت كل حاجه فيهم، والريليشن شيبس بس كده. طيب الامر الاول، كل اللي هتعمله تو برومبتس فعليا لتشات جي بي تي هتديها لهم، هطلع لك نتائج كويسه جدا. طيب شايف الاثنين دول؟ انت هنا هتعمل ايه؟ ده البرومبت تاخده كوبي بيست زي ما هو كده، ترميه لشات جي بي تي. تمام. طيب كلمه نيش هنا اللي انت بقى هتاخده من فوق، يعني من النيتشز اللي فوق دي هتاخد واحد منهم اقرب لمجالك، ويفضل يكون عام على قد ما تقدر. يعني عام، يعني طبعا بس مش عام ما تكتب لي هيلث مثلا انا في الهيلث نيش، لا اكتب لي انت مثلا في ايه في الهيلث نيش باكتر طريقه عامه ممكن تتكلم تعبر عنها عن كده يعني. خلاص. هتكتب ايه المجال اللي بتشتغل فيه عموما باللغه الانجليزيه هنا. خلاص. وليكن انا عموما بشتغل مع، خلينا ناخد ده كوبي الاول كده ونروح على شات جي بي تي عشان ايه ننجز الموضوع ده. خلاص. هنروح هنا على شات جي بي تي زي ما انت شايف كده، ونعمل بيست للكوماند. خلاص انا هحاول بس اقرب الشاشه عشان تبقوا شايفين كل حاجه. المجال اللي انا شغال فيه مثلا هكتب ايه helping، وليكن يعني helping coaches. نكتب ايه ده مثلا، يعني coaches and experts وconsultants مثلا. خلاص كده، الاستشاريين والخبراء والمدربين. مين الافاتار بتاعي بشكل عام برضو؟ men and women over 30، وليكن دول العملاء، اكتر عملاء عندنا فوق ال 30 سنه، مدربين ستات او رجاله، كوتشز او اكسبرت او كونسلتنتس. خلاص كده، ده النيش بتاعي. ده كل يعني سيب بقيه الحاجات دي فاضيه ما تجيش ناحيتها، وانزل تحت اقرا كده الكلام اللي هنا ده. هنقول له ايه؟ act as if، طبعا عارف ان الشاشه بتاعتي مخبيه ما تقلقش. act as if you are a professional direct response copywriter who loves to write visceral real life dimensional language. فاكر انت الدايمنشنال benefits اللي اتكلمنا عنها من شويه؟ ده كل حاجه احنا عاملين حسابها هنا ما تقلقش. Then complete search one using niche and avatar above as your foundation. خلاص كده. يعني بقول له من الاخر استخدم النيش والافاتار دول كالفاونديشن بتاعك اللي احنا هنبني عليه بقيه الحاجات. ده الريسيرش الصح. ابعد عن اي حد يقول لك، اي ماركتير يقول لك سوت اناليسيس، الكلام ده كله مش، لا مش لا. خلاص. ولو انت متابعنا من بدايه الفيديو هتفهم القصه دي كلها ماشيه ازاي. يعني انت من اول فيديو لغايه دلوقتي تتفرج، انت كده خلاص تفهم كل حاجه. خلاص. هضغط انتر. هحاول كده اوسع الشاشه بتاعتي، او مره اقف ممكن اوسعها كويس ونعمل سيرش. تمام. هقول لك خلينا نعمله بالمستوى الصح. هي بس الفكره ان انا كنت ما اعرفش اقول ليه كتبه بالعربي، بس خلينا يعني نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. حتى لو بالعربي على فكره طلع نتائج كويسه. طيب زي ما انت شايف دلوقتي، النيش رجاله وستات عندهم خبره حقيقيه قادرين يحولوها او مش قادرين يحولوها الفلوس بشكل ثابت. ماشي. البرايمري جول ان اطلع من مرحله انا فاهم وبساعد الناس، عندي سيستم بيجيب لي عملاء يدفعوا لها تيكت بشكل مستمر، انا ما عملتش حاجه من عندي. غالبا انت الشخص اللي انت بتتفرج على الفيديو ده، انت الشخص اللي هو بيتكلم عنه دلوقتي. طب انت ايه الهدف بتاعك؟ عايز اعمل من 5 لعملاء، من 5 ل 10 عملاء هاي تيكت في الشهر يدفعوا لي اكثر من $1000 شهريا. خلاص. عايز اعمل دخل ثابت مش ضربة حظ. عايز يبقى عندي سلطة واثوريتي في المجال بتاعي. عايز احس ان تعبي فعلا بيترجم لفلوس. دي الاهداف اللي انا عايزها كمدرب. ايه رايك في السحر ده؟ ساحر جامد بتاع ده مش كده؟ الشكوى الرئيسيه بتاعتي ان انا بعمل كل حاجه وبرضه مفيش نتيجه. بعمل محتوى ومفيش عملاء، بيجي ناس كتير ومفيش حد بيشتري. بقعد اشرح كتير والعميل بيقول افكر. كل شهر ببدا من الصفر. جمله جوه دماغي، انت جوه دماغك بتقول ايه؟ هو الغلط فين؟ انا مش قليل عن الناس اللي بيعملوا الفلوس دي. اشمعنى الناس دي بتعمل فلوس وانا لا؟ ترجم معايا. شايف هو قد ايه احنا في عصر السرعه دلوقتي؟ يعني الناس بقى اللي تقعد تعمل جداول معقده وحاجات فظيعه في الماركتنج، يا جماعه حرام عليكم. اهو بضغطتين بتو برومبتس. ده اول برومبت، ده البرومبت الاولاني. فده برومبت تاني هيبقى اقوى من كده كمان. الاهداف الثانويه بتاعتك، يبقى عندك بوزيشننج واضح. انت نفسك طبعا، ده هدف ثانوي ليك انت كمدرب ومقدم كورسات. طبعا انا بديك مثال عليا انا كعبد الله، يعني ده العميل بتاعي انا كعبد الله. بعمل ريسيرش عشان اعرف عنه اكتر، عشان لما اجي اكتب اعلان اكتب اعلان قوي، لما اجي اعمل محتوى اعمل اعلان محتوى قوي. تمام. يبقى عندك بوزيشننج قوي،
تقلل عدد المكالمات اللي انت بتتكلم فيها مع الناس المهتمه عندك، تبيع من غير ما تتحايل على حد او تضغط عليه، تعمل بيرسونال براند محترم يجيب لك فلوس. الشكاوى الثانويه بتاعتك تحس ان السوق زحمه، بتشوف ناس اقل منك بتكسب اكتر، مش عارف يشرح هو بيعمل ايه بطريقه تخلي العميل فعلا مقتنع، بتحرق وقت مع ناس مش جاده، عندك ليدز كتير مش بيتحولوا لعملاء and so on. انا ما جبتش حاجه من عندي، دقيقه اكتر، اقل من دقيقه فعليا طلعت كل ده. النتائج او الوعود اللي انا بوعدها العملاء بتوعي هتعرف تجيب، لو انا وعدت بيها كعبد الله انت هتقتنع. ممكن انا قلت لك هتعرف تجيب عملاء هاي تيكت من غير ما تحتاج تنزل محتوى كل يوم، هتسمع لي. هتحول خبرتك لنظام بيع مش مجرد معلومات، هتسمع لي. هتعرف ليه كل اللي عملته قبل كده كان بيفشل وازاي تعرف تصلحه، هتسمع لي. ايه ده يا عبد الله بتاع ده جامد جدا، فظيع، ها مش كده؟ جربوه في المجالات بتاعتكم وصدقوني هتستفيدوا منه كتير جدا. البنفيتس، كلاريتي، تعرف انت بتبيع ايه والمين. كنترول، تبقى مش مستني مزاج السوق. الكونفدنس بتاعك، داخل اي مكالمه وانت عارف ان انت هتقفل. لافرج، يبقى عندك محتوى اقل وفلوس اكتر. الستاتس، العملاء هي اللي تجيلك مش العكس. لو انت مدرب مقدم كورسات بتتفرج على الفيديو ده، فاهلا بيك يا عزيزي في عصر الاي اي، واهلا بيك يا عزيزي في الحاجه اللي هتخليك، او اللي هتخليك تبقى، يعني انت دلوقتي معاك اداه هتخليك تسبق 95% 99.5% من المنافسين بتوعك، لانك خلاص بكليكاتين انت فعلا عارف كل ما يمكن ان تريد ان تعرفه عن العميل بتاعك، كل الحاجات المهمه. حط تحديه 100 خط. طبعا لو انت عايز تقعد تشات مع تشات جي بي تي وتطلع كل التفاصيل دي التفاصيل عن عميلك، بي ماي جيست، وده يبقى احسن ليك. خلاص. طيب بعد كده نروح على الاوبجكشنز، اعتراضاتك انت كعميل قبل ما تكلمني. انت فاكرني لما تتكلم معايا قبل ما تخش مكالمه بيعيه او تتفرج على فيديوز من الفيديوز البيعيه بتاعتنا، انا بعرف، انا مش عارف انت هتقول لي ايه انا عارف كل حاجه عنك. جربت برامج قبل كده ومفيش نتيجه، مش متاكد ان ده ينفع في مجالي، انا ما بعرفش ابيع، ما عنديش وقت ابدا حاجه، السوق بايظ ومفيش فلوس، اعلانات ما بتجيبش فلوس نظيفه، اعلانات ما بتجيبش ناس نظيفه، او يعني ما بتجيبش ناس مؤهله، يعني وات ايفر. الخوف اللي عندك انك تفضل سنين فاهم وعندك علم وعمرك ما تتحول لفلوس حقيقيه، عمر ما الحلم ده العلم اللي عندك ده يتحول لفلوس حقيقيه. هتخاف انك بعد 5 سنين تبص وراك وتقول انا كان ممكن ابقى في حته تانية بس انا ضيعت وقتي وفلوسي. مش عارف اقول لك قد ايه البتاع ده جامد بجد. طبعا بقيه الحاجات بقى لما تقراها وتفهمها هتحس ان فعلا في فاليو محترم، هتحس انك سبقت 99.5 من المنافسين بتوعك، لانك عارف كل حاجه عن عميلك بكليك واحد. سبقت ناس كتير. من النهارده المحتوى اللي انت هتنزله عمره ما هيبقى زي المحتوى اللي انت كنت بتنزله قبل كده، لانك دلوقتي عارف معلومات عن عميلك اسرع واحسن واكتر من 99.5%، 99.9% من المنافسين بتوعك. خلاص كده. وعمرك بعد كده ما هتيجي تشتكي لي تقول لي عبد الله انا اعلاناتي ما بتجيبش فلوس، عشان خلاص انت معاك سلاح دلوقتي. خلاص، معاك سلاح هيساعدك تعرف تستكمل بقيه حياتك في البيزنس وانت عارف انت بتكلم الشخص اللي ممكن يدفعك فلوس فعلا. تمام كده. طيب بص بقى، شات جي بي تي لما جود، لو عايز اعمل لك 10 هوكس، لو عايز اطلع لك فيديو لونج فورم كامل للمحتوى بتاعك، لو عايز اعمل لك فيديو بيع يبيع لك، ايه ده بجد؟ ايه ده؟ اللي مش بيستخدم الاي اي يا جماعه دلوقتي بيضيع على نفسه وقت ومجهود غير طبيعي. طيب تعال نشوف الامر الثاني. هنقول له ايه؟ That's good but I can't see or feel the results. Reword each using reword examples and context while being as conversational as possible. خد الكلام ده زي ما هو، ده جه بعد تجارب ومعاناه عشان اطلع حاجه زي كده. خلاص خدها زي ما هي، كوبي بيست. تمام. ده راجع ليه؟ لو انت كنت تتفرج على يعني الحته بتاعت الثري دايمنشنال بنفيتس، احنا حاطين عاملين الكونسبت ده وبعتين البرومبت بالطريقه دي عشان شات جي بي تي يبقى فاهم قصه الثري دايمنشنال بنفيتس دي. تمام كده. كل ده نابع من معرفتنا القويه بالماركتنج والسيستمز والماركتنج يعني العلم العميق بالتسويق. عندك علم تسويقي قوي، بتستخدم فيه الادوات بتاعت الذكاء الاصطناعي بيطلع لك النتائج اللي شايفها قدامك دي. كم واحد عنده شات جي بي تي ما بيعرفش يطلع نفس النتائج دي؟ لازم تشترك معانا في البروجرام بتاعنا عشان تعرف ازاي تعمل حاجه زي كده. عامه احنا عندنا سيستم مكون من اكتر من 10 برومبتس، حاجه فيري ادفانسد اكتر من كده كمان. طبعا لو انت عميل عندنا هتعرف تطلع حاجات زي كده، بس انا بحاول اديك اكتر قيمه مجانيه اعرف اديها للناس ببلاش عشان بس ظلمت العملاء اللي عندنا يعني.
خلاص عندنا سيستمز اعمق واكبر من كده بكتير. البروجرام بتاعنا اسمه سيلز كود سيستم. لو انت مهتم اتفرج على الفيديو اللي تحت، هتلاقي عبد الله اشرف.com/ويبينار، اضغط عليه وافهم السيستم بتاعنا، وانا او حد من التيم بتاعي هيكلمك عشان نفهمك اكتر ازاي نقدر نساعدك توصل لنتائج احسن في البيزنس بتاعك. عموما خلينا نبدا نكتب البرومبت الثاني كده ونشوف النتائج بتاعته هتبقى عامله ازاي. بص بقى، هتلاقي نفس الحاجات اللي فوق، البرايمري جولز والكلام اللطيف ده كله هيطلع بس بشكل اعمق وبامثله واقعيه من السوق خلاص بتاعك. تعال ننزل نشوف نتائج كده. هو العميل بتاعك مش عايز ينجح بشكل عام، ده لو انت طبعا، انا فاهم ان انا عبد الله اللي بقدم برامج تدريبيه للمدربين ومقدمين كورسات. عميلك عايز يصحى الصبح يفتح واتساب يلاقي ناس بعتله بتقول له احجز معاك ازاي. عميلك يلاقي واحد محول له فلوس، عربون مثلا، اشتراك او حاجه. واحد بيسال عن التفاصيل مش السعر، عارف السعر وعايز اشتغل ازاي. خلاص، مش عايز كل شهر يفكر انا هجيب فلوس منين. ده عميلي، ده عميل عايز كده. لو انت مدرب مقدم كورسات انت غالبا عايز الحاجات دي. خلاص. البرايمري كومبلاينت، الشكاوي بتاعتك، هو بيعمل اللي الناس بتقوله. خلاص كده. الناس بتقول لك ايه؟ صور فيديوهات تقعد ساعتين وتحضر وتعمل، وفي الاخر تلاقي 12 لايك. تلاقي واحد يقول لك محتوى جامد جدا ويختفي. تعمل مكالمه 45 دقيقه تشرح كل حاجه للعميل بتاعك، في الاخر ما اشتركش. تعمل ويبينار مجاني وتعمل تشالنج وتعمل كل الكلام ده ومحدش يشترك معاك. تعمل موقع رائع وفظيع وكل الكلام ده، وفي الاخر تلاقي مفيش مبيعات ولا حد مهتم اصلا انك عملت الموقع. تقول لنفسك انا بعمل كل حاجه صح، ليه مفيش فلوس؟ انت متخيل ان انا طلعت كل الكلام ده ب يعني 2 برومبتس من تشات جي بي تي؟ الموضوع ده سحري والله العظيم. secondary compliance او secondary goals، لما حد يكلمه يبقى داخل هو مستعد يشتري، مش مستعد يسأل. ready to buy مش ready to question. عايز يقلل المكالمات اللي بتضيع وقته مع الناس المهتمه، عايز يعمل ويبينارز مع ناس فعلا عندها اهتمام، عايز لما يقول سعره ما يبقاش فيه توتر او احراج منك انت كعميل او من عميلك اللي بيكلمك، يعني منك انت كبني ادم بياع والعميل بتاعك. كومبلاينس بقى زي ما انت شايف، النتائج. انا مش هقعد اقرا في ده كله لان خلاص انت فهمت الفكره. انت متخيل في دقيقتين او ما اعرفش طبعا 5 6 دقايق طلعت كل ده؟ لو عايز نجرب تجربه سريعه كده، اكتب لي، او مثلا اكتب لي وليكن بوست قوي انزله على الفيسبوك بعد معرفتك عن عملائي مثلا. تخيل ده انت ممكن تستخدمه فيه بعد كده. تعال فرق كده. اكتر حاجه بتستفزني في المدربين والخبراء انك ممكن تقعد بالساعات تشرح للعميل في مكالمه، تدي له فاليو حقيقيه وتحل له مشكلته قدام عينيه، وفي الاخر تمام يقول لك تمام هفكر وارجع لك تاني، وترجع تقفل المكالمه وتبص لنفسك هو انا بعمل ايه غلط. اكتر حاجه بتستفزني ان انا مثلا بكلم عملاء كتير وبديهم فاليو كتير في الويبينارز بتاعتي، وبعد ما اديهم كل الحاجات دي ما حدش يديني فلوس، انا بعمل ايه غلط؟ تقدر انت بقى تلعب بقى وتفكر وتكبر الشغل اللي انت بتعمله بناء على المعلومات اللي بتجيلك من البتاع ده. فظيع فظيع. خلاص. المشكله مش فيك ولا في السوق، المشكله انك داخل تبيع من غير ما يكون عندك سيستم يخلي اللي قدامك جاهز يشتري فعلا. بتعوض ده ازاي؟ بتشرح اكتر، بتطور في المكالمه، بتحاول تقنع العميل بتاعك، وفي الاخر ده بيخلي العميل يحس انه محتاج يفكر مش يقرر. خليني اقول لك حاجه ما حدش بيقولها، العميل اللي بيقول هفكر مش محتاج يفكر، هو اصلا مش مقتنع، كفايه ان هو يشترك معاك. لو فضلت بنفس الطريقه هتفضل تعمل محتوى من غير فلوس، تعمل مكالمات من غير تحويل، تعمل ونر. تخيل قوه المحتوى اللي مكتوب. الكلام ده شايف مكتوب ازاي؟ لو انت ما عندكش العلم ده عن العميل بتاعك هتكتب ربع الكلام ده. مستحيل. مستحيل. شايف الكلام ده طالع عامل ازاي؟ وده كله من ايه؟ من 10 دقائق قعدتك تكتب فيها مع شات جي بي تي بالطريقه الصح. متخيل بقى لو انت دخلت معانا البروجرام بتاعنا ايه اللي هيحصل؟ هتشتغل في كل حاجه بالطريقه الصح من البدايه، وهتكلم مع العميل الصح من البدايه، وهتعرف تبيع باسعار عاليه من البدايه بدل ما تضيع وقتك ومجهودك وسنين من عمرك في حاجات انت متاكد او مش، خلينا نقول مش متاكد، ما تعرفش اذا كانت هتجيب لك نتيجه ولا لا. اشتغل مع الخبراء واشتغل مع الناس اللي فاهمه لا توصلك النتائج اللي انت عايزها. عموما اتمنى يكون الفيديو ده ساعدك. الجوجل دوكيومنت ده ان شاء الله هنزله لك، هسيب لكم اللينك بتاعه في اي مكان في الكومنتس. انا طبعا ما اعرفش الفيديو ده هينزل على، هنوزعه فين بالظبط، هينزل على فيسبوك ولا يوتيوب ولا ايفر، بس اكيد ده هينزل على اليوتيوب يعني، لان اللونج فورم فيرجن بتاعته هتنزل على اليوتيوب. فلو انت بتشوفني من اي مكان تاني فغالبا الجزئيه دي مقصوصه منه. فافتح اليوتيوب، افتح قناتي على اليوتيوب عشان تتفرج على الفول سيستم اللي احنا بنشرح فيه. الفيديو ده تقريبا مدته ساعه، نشرح كونسبتس مهمه لازم تكون عارفها عن الماركت بتاعك عشان تنجح وتجيب فلوس اكتر.
كل اللي بنتكلم عنه في القناة دي هو إزاي أوصل لأكتر من 100,000 بشكل مستمر، فده معناه إنك شخص مهتم إنك تكبّر الbusiness بتاعك وتطوّره، ودي حاجة أنا فخور بيها. فما تنساش تعمل follow like أو subscribe لو أنت بتشوفني على أي social media channel، وما تنساش تشيّر الفيديو ده للناس زمايلك أصحاب الbusiness أصحاب الخدمات أو مقدمين الكورسات، لإن هم صدّقني هيستفيدوا كتير جدًا، 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 جدًا من هذا النوع من أنواع المحتوى. Thank you for watching. Have a nice day. لو أنت شُفتش بقية الفيديوهات القديمة فأنت فايتك نُص عمرك تقريبًا، في value رهيبة جدًا هتلاقيها عندي على القناة، افتح اتفرّج عليه عشان تستفيد أكتر وتكبّر الbusiness بتاعك وتعمل فلوس أكتر. يومك زي الفل، كان معاكم عبد الله وأشوفك في الفيديوهات اللي جاية. مع السلامة.